السلام عليكم. عاملين ايه؟ وانا بقلب كده في الصفحات اللي موجودة عندي في الجروبات اللي على الواتس، فلفت نظري صفحة منزلة ادوات منزلية. يعني زيها زي صفحات كتير. لكن لفت نظري ان الصفحة دي منزلة ادوات منزلية اسعارها رخيصة قوي. يعني بجد اسعارها اقل من صفحات كتير ومواقع كتير احنا دايما بنجيب منها يعني. فقلت اما ادخل كده اشوف الدنيا فيها ايه. لقيت حاجات حلوة قوي موجودة عندهم. يعني تقريبا كل ما يمكن ان هو ينفعك في المطبخ او حتى لاستخدامات البيت، من رفايع وما الى ذلك هتلاقيها موجودة عندهم. فدخلت على الصفحة فلقيت الناس بتشكر جدا القائم عليها، على ان الحاجات جالهم خاماتها حلوة، اسعارها كويسة، وبيشكروه جدا. فيعني دفعني الفضول ان انا فعلا اتواصل معاه، واعرف الحاجات بتاعتهم، هل هي سعرها رخيص بقى، لان يعني الخامات بتاعتها مش احسن حاجة. فلقيت طبعا على العكس تماما. هو بيقول لي لا، طب احنا يعني شوفي حضرتك محتاجة ايه، واحنا هنبعت لك الخامات بتاعتنا وشوفي اذا كانت هتعجبك ولا لا. وفعلا طلبت اوردر كده يعني بسيط خالص، مش كتير ولا حاجه، زي ما انتم شايفين بوكسات تخزين. القالب بتاع الشوكليت ده كان في اشكال كتير جدا، انا اخترت الشكل ده، حتى كان جاي لي مربع كده، فانا يعني اخترت شكل القلوب ده فهو غيرهولي. طبعا كل ده كويس جدا. الاجمل بقى يا جماعه ان الشاب القائم على الصفحه دي اسمها ديكوريستا. شاب في الثانويه العامه، بيشتغل وبيصرف على نفسه، حتى جه فتره امتحانات الثانويه العامه اعتذر عن ان هو هيتواصل مع الناس اللي بيتعاملوا معاه. يعني نقطه كده، نقطه نظام، لأن عنده امتحانات وإنه هيعاود نشاطه بعد الامتحانات والنتيجة. وفعلا الحمد لله عادل اللي هو صاحب صفحة ديكوريستا نجح في الثانوية العامة وربنا كرمه. ويا ريت كلنا من خلال الفيديو ده نبارك له. أنا طبعا ليه بعمل كل ده وبقول كل ده؟ أنا لا واخدة أجر على الفيديو ده، ولا أنا يعني بعمله لمصلحة ما. أنا طلبت زي أي حد تشجيعا مني لعادل، لأنه شاب مجتهد، شاب ناجح، نموذج مشرف ونموذج محترم يحتذى بيه للناس اللي في سنه. فبدل ما نشجع النماذج التافهة اللي بتطلع لا بتقدم محتوى ولا بتقول كلمة كويسة حد ياخدها قدوة، بل بالعكس تماما، هم يعني مصدر أقول تراجع لفكر وثقافة أجيال طالعة ولسه هتطلع. فأرجوكم لما نلاقي نموذج ناجح حتى لو كان بسيط نشجعه، ونقف كلنا نسانده، ونقول له يعني فعلا انت بدأت بداية صح، وان شاء الله ربنا هيوفقك وهتبقى حد كبير جدا وحد عظيم جدا. انا الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كانت من عند صفحة ديكوريستا، للشاب اللي ماسكها اللي هو عادل. انا هسيب لكم ان شاء الله في اول تعليق مثبت كل اللينكات بتاعته، يا ريت نشجعه كلنا. وفعلا فعلا حاجته طلعت في منتهى الجمال، الكواليتي بتاعتها حلوة قوي، سعرها ممتاز زي ما قلت لكم. وزي ما انتم شايفين المج اللي هو بتاع الايس كوفي، الزجاج اللي كان في ايدي ده جالي هدية فوق الاوردر. لأي حد بيتعامل معاهم لأول مرة بيبعتوا له هدية، فكان حظي اللي هو المج بتاع الايس كوفي. فهي هدية جميلة جدا. منتجاتهم حلوة قوي، أسعارها ممتازة. بتمنى لهم من كل قلب التوفيق إن شاء الله. ويعادل نشوفك كده رجل أعمال كبير إن شاء الله، لأن أنت تأسست صح في إنك راجل تتحمل مسؤولية نفسك وأنت في السن ده، وتشتغل على نفسك وتبدأ بعمل شريف محترم. فيجب إن احنا كلنا يعني نساندك ونساعدك لغاية ما توصل إن شاء الله في أحسن مكان، وتبقى فعلا ناجح بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقدوة لكل الشباب اللي زيك. أنا هعمل معاكم بقى في الجزء اللي باقي من الفيديو الآيس كوفي، المج اللي جالي هدية من ديكوريستا. وأتمنى كمان تدخلوا في التعليقات كلكم تباركوا العادل، وإن شاء الله أتمنى برضو كمان تتواصلوا معاه وتجيبوا من عنده الحاجات اللي لما تدخلوا على الصفحات بتاعته إن شاء الله تعجبكم، وهتلاقوها فعلا يعني سعر وجودة إن شاء الله. انا هنا عملت الايس كوفي بقى زي ما انتم شايفين كده، معلقتين سكر، معلقتين قهوة سريعة الذوبان، معلقتين مية، ونخفقهم كويس جدا بالميكسر، وبعدين ننزل عليهم بمكعبات التلج وبعدين الحليب ونقلب.
قالب واشربي أحلى يعني كوباية آيس كوفي روعة، طعمها حلو جدا. وخصوصا لو كان بقى المج بتاعها جاي من عند ديكوريستا. أتمنى لكم من كل قلبي كل توفيق، وأنا بشجع أي حد بادئ بداية صح وعندي استعداد أنزل شغله والفيديوهات بتاعته عندي. ويعني أتمنى يكون الفيديو ما كانش طويل عليكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله دفعة إيجابية كده لكل ولادنا اللي بادئين صح. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.